إزاي نحول البيض من أفضل وجبة صحية متكاملة لطعام عديم القيمة الغذائية صعب الهضم غني بالكوليسترول المؤكسد اللي ممكن فعلا يتسبب في تصلب الشرايين. حاجة واحدة بس لو عملناها في البيض هتتسبب في كل المشاكل دي. هتحول البروتين الموجود في البيض لبروتين صعب الهضم جدا بسبب تشكيل روابط كبريتية قوية جدا بين الأحماض الأمينية الموجودة فيه. هتتسبب كمان في أكسدة أحماض الأوميجا 3 المفيدة الموجودة في البيض وتحولها لمركبات الأوكسوستيرولز، وده عبارة عن كوليسترول مؤكسد مرتبط بتصلب الشرايين. هتفقد كمان جزء كبير جدا من الفيتامينات الموجودة في البيض زي فيتامين بي 6 بي 12 وفيتامين A ومضادات الأكسدة. ده غير إن ريحة البيض هتتحول لريحة كبريتية نفاذة جدا وهيسبب لك انتفاخات ومشاكل في الهضم. كل الناس اللي بتشتكي من الانتفاخ اللي بيحصل بعد اكل البيض غالبا بيكون هو ده السبب. الشيء ده هو المبالغه في طهي البيض او ان احنا نسويه زياده عن اللزوم. اول ما تشوف الطبقه الرمادي او الخضراء اللي بتظهر بين البياض والصفار بعد السلق اعرف ان كده البيض استوى زياده عن اللزوم. الصح ان صفار البيض يفضل مش متماسك او راني شويه بعد الطهي، او على الاقل متماسك بس مش ناشف جدا زي الكاوتش. المدة الصحيحة للسلق هي 7 دقايق بعد غليان المية، مش لما أي حد معدي في المطبخ يفتكر يطفي على البيض اللي بيتسلق من أيام الحملة الفرنسية وبس كده. خلينا كده كلنا مع بعضنا ناخد نفس عميق. يا ليلة غبرة البيض.